سلام محبوباتي، صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين. ان شاء الله لا فيديو ديالي تلقاكم في احسن الاحوال والعافيه يا رب. ان شاء الله تكونوا فرحانين متفائلين وكلكم طاقه ايجابيه. اول فيديو في ايام العطله، ان شاء الله كما نقولوا ترتاحوا بصحتكم هاد الايامات. ان شاء الله يعني اللي ما لحقتش دير حاجه في ايامات القرايه ديرها في هاد العطله ان شاء الله يا ربي. اول حاجه بيان سور نهار يعني نكونوا عطلان نحبوا نستقهوى الصباح على رواق، يعني ماشي كيما نقولوا نشربوا هذاك الحليب بالجريان وكامل. الوغ كيما راكم تشوفوا هدايا كروكي بالوصفه المعروفه، درتو تسنيم انا برك اللي راني نقطع لها فيه باش نعاود نطيبو اونكور اون فوا. 4 حبيبات بيض، الرابعه نحيو لها الصفار نخليوه بوغ لا ديكوراسيون. كاس سكر، كاس وربع زيت نطموهم بالفارينه، لافاني و وباكي ونص خميره كيميائيه استقهوينا به هكذايا على الصباح. ومن بعد نديتكم ديريكتومون للمائده تاع الافطار. هذه هي الوصفه كنت شاركتها معكم من قبل. هذاك الباذنجان مشوي نقيوه ونديروا له الثوم ونحطوا له فخوماج ريجيم ولا كاش تحضيره جبنيه هكذايا في الوسط. هذه لا سوب، هذه لا سوب يعني درتها هكايا، درت اون غروند كونتيتي وندمت يعني ما حبيتش كامل تخلص. هنايا تسنيم اللي كتصور لي ومنصف ثاني كان يحط في الطابله. هذا طبق تونسي، كريات الدجاج بلا شابلور وبالثوم وطيبيهم في لاصوص غوج. هذاك الدجاج ثاني نديروا له حبيبه بيض لداخل، ملح، فلفل الكحل وشويه تاع المعدنوس. لاصوص طوماط عاديه بلا ما قليتهم بلا ما حمرتهم، يعني درتهم يطيبوا في لاصوص نشفت عليهم. اللهم إني أسألك التوفيق والبركة في كل أموري. اللهم بارك لي في حياتي حتى أسعد، وفي جهدي حتى أنجز، وفي جسمي حتى أقوى، وفي صحتي حتى أهنأ، وفي مالي حتى أغنى، وفي عقلي حتى أرقى، وفي قلبي حتى لا. البوراك كما راكم تشوفوا فيه هنايا يوم اخر. حاولت يعني كما نقولوا نستغل هاد الايامات تاع العطله و ميم طون ما نغيبش عليكم. كما قلت لكم لا سوب ما حبتش تخلص وغادتني نرميها. ونحب نطيبها هكذايا للدراري بصح غير ياكلوها لي نهار الاول ما يحبوش يوليو ليها. هنايا درت بيتزا كاري، يحبوها الدراري يموتوا عليها بواحد الوصفه هايله، يعني كيما نقولوا اقتصاديه ما فيهاش حاجه كبيره. كيلو فارينه، 2 مغارف سكر كبار، 2 مغارف خميره الخبز، وكاس غير 4 تاع زيت. طميها بالحليب اللي يكون دافي تخليها ترتاح سورتو. وبيان سور لا غارنيتور ديري فيها نتيا واش حبيتي. انا درت الشيء اللي كان حاضر في الدار. جات يعني كروستيونت بنينه وخفيفه بيان سور. رافقتها بهذاك لو بولي روتي في ميزون بيان سور. وهاد لا سالاد فاريي، يعني الموسم تاع البسباس دوكايا، سالاد فيرت وطوماطيش بيان سور. وانتيا وجدتي الطابله ديالك. الوصفه اللي اخترتها لكم اليوم واللي صورتها لكم بالتفصيل، بما انه شهر رمضان راهو قريب ان شاء الله يا ربي يجيبوه لنا بالصحه والعافيه، درت لكم متوم بالطريقه العاصميه، يعني بزاف هايل. وكما نقولوا يقعد طبق تقليدي بامتياز. بيان سور ديريه باش حبيتي، باللحم بالدجاج. انا هنا كان عندي شويه تاع اللحم درتها هكذايا. ليطاب الاولانيه تحمسي اللحم ديالك تري بيان في شويه زيت وسمن ولا شويه زيت وزبده مع الملح. هذا ما كان تخليه يعني كما نقولوا يتجمر تري بيان ويطلق كامل الليدام ديالو بلا ما ديري له حتى حاجه ان بون مومون. ومن بعد بيان سور دوزنيه بحبيبه بصل، سنينه توم وشويه تاع الماء. بيان سور ماشي تروحي تعمريه هكذاك بالماء، ديري له شويه تاع الحميصه. وبالنسبه لي زيبيس انا ندير فيه 3، ندير شويه تاع الفلفل الكحل وندير شويه تاع الكركم باش يعطيني اون بيل كولور. وهذاك الزنجبيل يقعد لكم نتوما اختياري، انا نحب نديرو في الماكله ديالي على جال الفوائد الصحيه ديالو. ما نحبش يعني ماذا بيا كامل لي بلات تاعي يكون فيهم بيان سور ما تكتروش
باسكو عنده شويه لاغيير غو ديالو حار. بالنسبه لي بولات هنايا فيوند هاشي نديروا لهم شويه تاع المعدنوس اللي يكون مقطع في الرقيق، يعني قد ما تقطعيه رقيق قد ما يجي خير. ونديروا له الثوم بيان سور ديجا هو اسمه المتوم، ندير له كميه لاباس بها، شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل، كميه قليله جدا. هذا واش ندير في المتوم ديالي. الباقي يعني كيما نقولوا اضافات كل واحد كيفاش. انا ديجا البيض وما نحبش نديرو باسكو يعني ما نحبش كي ياخذ لي هذاك اللون الابيض في لاصوص. ندير هاد الكوريات هكذايا، ومورا ما يكون يعني اللحم دومي كويسون نزيد هادوما الكوريات. هاكو تشوفوا هنا يعني الحميصه هذيك طابت واللحم راهو بخسكي يطيب. على بالكم لا فيوندا شي دوره برك يطيب. هنايا في الاول غلقت عليه 4 ساعات في لاكوكوت هذه. كي زدت لي بولات زدت له 5 دقائق. هذه هي المرقه جات يعني كيما نقولوا بنينه اختيترا. وانتم بيان سور ترافقوه باش حبيتوه. انا كنهار ندير هذه والفو دراري ندير لهم لي فخيت، لكن كما نقولوا الطبق الاصلي هذا واش يجي فيه. الباقي كما نقولوا اضافات. درت له هكايا الرشه تاع المعدنوس الاسطوريه هكذا من الفوق. وشوفوا لي يعني اللحم هذاك طاب زبده. كما نقول لكم البنات هذيك لا كوكوت مينوت هذيك لازم يعني تنفيستي فيها وتحطيها، باسكو كي تشريها في الكوزينه ترتاحي. حاجه اللي تاخذ لك 2 سوايع 3 باش طيب لك في 20 مينوت. بالنسبه للتحليه اللي اخترتها لكم لنهار اليوم كانوا داروها يعني تسنيم وبنت خالتها، شاركتها معكم على السريع. هنايا فلون كراميل طيبوه هكذايا، ديريه داخل الفريجيدير وتخليه كاس ابار باش تطلعي به لا شونتيي ديالك. ديري دي غاتو اي نوع حبيتي في الوسط هكذاك، يعني في القهوه ولا في يعني في الحليب. ومن بعد ديري هذيك لا شونتيي اللي كنتي خلطتيها، يعني طلعتيها اوليو ما تطلعيها بالحليب طلعيها بهذاك الكاس تاع الفلون بيان سور ديروا فيه 2 مغارف تاع مايزينا كبار ومغرفه تاع سكر باش يجيكم بنين. وطلعي لا شونتيي ديالك هكا في الوسطيه دي بانان. هنا ما كانش لحقوا عليهم، ماهمش يبانوا يعني فريمون في ليماج. هنايا لحقت معكم من نهايه الفيديو البنات. نتمنى كنت خفيفه ظريفه عليكم. تهلاو في روحتكم في صحتكم، والى اللقاء الفيديو لاحق ان شاء الله.